وبنزل خانة حاليا أنا طلعوني من عنده، فأنا حاليا ما جاي أعرف وين أروح. قصران محمد لاعبة بارا تايكوندو في المنتخب الوطني العراقي، وهي بطلة عراقية من ذوي الاحتياجات الخاصة، حملت اسم العراق وشاركت في البطولات الخارجية وحققت الميدالية الذهبية في بطولة العالم في البحرين. وعندما عادت استقبلها السوداني وكرمها بقطعة أرض، ولكن لم تستلم قطعة الأرض حتى الآن، وهي تعيش في غرفة صغيرة في إحدى البانزيخانات في محافظة النجف، يعني تجاوز. وبدلا من استلام قطعة الأرض تم طرد قصران من سكنها في البانزيخانة مع عائلتها، وهي الآن تعيش في خرابة كما تقول. السلام عليكم، اسمي قصران محمد، لاعبة منتخب العراق البارا تايكوندو. مناشدة للمحافظ النجف، مناشدة لمدير البلديات. بعد نجاحي في بطولة العالم في دولة البحرين تم حصولي الميدالية الذهبية، وتم تكريمي من رئيس الوزراء محمد شاعر السوداني بتخصيص قطعة أرض. هذه القطعة الأرض ما جاي تطلع، ليش ما أعرف شنو الأسباب، تخصيص ماكو. أنا حاليا بحاجتها كلش، لأن أنا هسه حاليا حتى من كنت ساكنة بمكان بنزل خانة حاليا أنا طلعوني من عنده، فأنا حاليا ما جاي أعرف وين أروح، مكان ما عندي، سكن ما عندي. فرجاء ساعدني بهذا الشيء، وطالب من رئيس الوزراء انه يتكلم بهذا الموضوع مع مدير البلديات. رجاء يا استاذ تكلم بهذا الموضوع، لان انا بحاجتها كلش. حتى انا البارحه رجعت من ماليزيا وحصلت بعد الميداليه الذهبيه الحمد لله والشكر، فانا محتاره بهذا الشيء يا استاذ، رجاء ساعدوني. شكرا مره ثانيه، وشكرا سياده رئيس الوزراء.